ازيكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. من مطبخ نيني لاحلى الاكلات. النهارده هنعمل مع بعض نجرسكو بالفراخ بطريقه سهله وجميله خالص وهتعجبكم. شايفه كده جوسي وجميله ازاي؟ بجد روعه، طعمها في غايه من الجمال. قبل ما نبدا بالفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبدا بالفيديو بتاعنا. معانا هنا صدر فرخة مقطعات تقطيعة الشاورما، شايفة اهو تقطيعة شاورما. ومعايا كمان خضار، بصل وفلفل الوان احمر واصفر مقطعاه شرايح بالشكل ده. وبركن الخضار بتاعنا كده على جنب، مش هستخدمه دلوقتي. دلوقتي انا اول حاجة بجيب الفراخ وهتبلها كويس معاكم. طبعا التوابل بتاعتنا بتبقى نص معلقة كده من الملح ونص معلقة من الشطة. انتي بقى لو مش حباها سبايسي عادي ممكن تستغنى عن الشطة عادي، مفيش مشاكل. وبنزل كمان بنص معلقة من البابريكا وبنص معلقة من توم باودر، بصل باودر، نص معلقة كمان من توابل الفراخ. وبنزل بالكلام ده كله، التوابل دي كلها على الفراخ كويس. وبعد كده بجيب كده التوابل باللحمة كده، بقلبهم كده كويس مع بعض، بخلي كده الفراخ تشرب كلها من التوابل بتاعتنا بالشكل ده اهو، بتشربيها كلها. وبعد ما شربنا الفراخ بتاعتنا من التوابل كلها، بنجيب كده طاسة على النار. بنزل كده بالطاسة على النار، بنزل بمعلقتين سمنة كده كبار، وبسيب السمنة بتاعتنا تسخن كويس. وبعد كده بنزل عليها بالفراخ اهو، شايفة السمنة سخنة وتنزلي عليها بالفراخ. ما تنزليش بالفراخ كده هي والسمنة باردة، لا خليها تسخن كويس. وبشوح كده الفراخ في السمنة كويس اهو، وبخلي كده الفراخ ياخد لون السوا اهو، لون السوا. وبعد كده بنزل بالخضار بتاعنا كله كده على الفراخ، البصل والفلفل الالوان اهو. وبشوح كده الخضار والبصل والفلفل الالوان كده في بعض، وبسيبهم كده يتبلوا مع الفراخ ويستووا كده، ونرجع نكمل كده مع بعض. طبعا هي والخضار طبعا بيستوي، انا بسلق المكرونة بتاعتنا. طبعا المكرونة بتاعتك اي نوع انت بتحبيه. انا هنا بستخدم مكرونة سباكيتي، انت عادي ممكن تستخدمي مكرونة فرن برضو بتبقى جميلة، يعني اي مكرونة بتحبيها عادي تستخدميها. وبعد كده بعمل الوشة بتاعت المكرونة، بنزل بمعلقتين سمنة كبار، وبنزل عليهم كده ب3 معالق كده من الدقيق، بقلبهم كده في بعض وبخليهم كده كريمي اهو، شايفة بالشكل ده. وطبعا الوصفة بتاعتنا انا هنا باخد كده لتر من اللبن. طبعا لتر اللبن هتنزلي بيه بالتدريج، مش هتنزلي بيه مرة واحدة. هنا بنزل كده بجزء وبقلبه كويس كده مع الدقيق بتاعنا اهو، لحد كده ما يتقل معاكي شوية اهو، زي شايفة تقل ازاي. بنزل بالجزء التاني وبقلبه برضو. طبعا مش بنزل بيه مرة واحدة علشان تاخد القوام المناسب، طبعا كده برضو لسه تقيل معانا. بنزل باخر كمية كده من اللبن اهو، وبفضل كده اقلبه مع الدقيق بتاعنا والخليط، شايفة بالشكل ده. طبعا واول كده ما يسخن معاكي بتنزلي بالتوابل. بنزل بنص معلقة كده من الملح، نص معلقة من الشطة الحمراء، وبنزل كمان بنص معلقة من البابريكا، وبقلبهم كويس طبعا، وبقلب الخليط كويس ولحد كده ما ياخد القوام المطلوب بتاعه اهو بالشكل ده. طبعا بالتقليب المستمر عشان الخليط بتاعك ما يكلكعش كده معاكي اهو. طبعا وبنزل عليهم كمان ب5 كده
من الجبنة النستون، وتقلبيهم كده كويس، تدوبيهم كده في الخليط، بيديكي طعم جميل جدا. لو انت برضو مش متوفر معاكي عادي ممكن تستغني عنه براحتك خالص. وبقلبهم كده لحد ما خدنا القوام المظبوط بتاعنا. شايفة انا مش عايزاه تقيلة، انا عايزاه جوسي بالشكل ده. وكده بكون خلاص خلصت الوشة وسلقت المكرونة وعملنا خلطة الفراخ. يلا نرص الصينية بتاعتنا كده مع بعض. اول حاجة طبعا بتنزلي كده بكمية من البشاميل اللي انت عاملاها اهو، وبعد كده بنزل بنص الكمية بتاعة المكرونة. طبعا زي ما قلت لكم المكرونة طبعا دي اختياري براحتكم، عايزاها اسباجيتي او فرن عادي هتنفع معاكي، بتديكي برضو طعم جميل. بعد كده بعد ما نزلنا بنص الكمية كده من المكرونة بنزل كده عليها بالفراخ بتاعنا اهو. بعد ما نزلت بكمية الفراخ كده كلها بوزعها كده في الصينية كويس، بفرشها كده في الصينية على المكرونة. وبعد كده بنزل بطبقة كده من الجبنة الموتزاريلا. طبعا دي جبنة موتزاريلا وجبنة رومي. طبعا الجبن في النجريسكو بتديكي طعم جميل خالص اهو. طبعا بحط كده كمية كده حلوة من الجبن اهو زي ما احنا شايفين. وبعد كده بنزل بقية المكرونة بتاعتنا اهي، وبفردها طبعا على الفراخ والجبن بتاعتنا اهي بالشكل ده. وبعد كده بنزل طبعا ببقية الوشة البشاميل بتاعتنا اللي احنا عملناها. طبعا انا حطيتش في نصها كده بشاميل علشان انا هي البشاميل بتاعنا جوسي كده فهيتشرب من المكرونة كلها، فمش محتاجة تحطي كده في النص، هو بتتشرب لوحدها اهي بالشكل ده. شايفة جوسي ازاي، جميلة خالص طبعا. وبعد كده بحط كمان جبن في الوش اهو. طبعا واحنا مسخنين الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 180، فبتدخليها الفرن طبعا كل حاجة مستوية، بتقعد معاكي كده حوالي تلت ساعة كده في الفرن، ونرجع نشوفها كده مع بعض. وادي الصينية بعد ما خرجت كده من الفرن، مش قادرة اقولك ريحتها جميلة ازاي وطعمها مفيش بعد كده. شايفة جوسي ازاي، بجد يعني فظيعة، هتعجبكم خالص. كل اللي جربها بالطريقة دي عجبته قوي. شايفة جوسي ازاي وطعمها خرافة اهي. ويا رب يكون كده الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تنسوناش طبعا في الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكومنتاتكم الحلوة كده اللي بتعجبني. وباي باي.